معاك الأول بالمفاجآت. أنا بقول مفاجآت على الواقع التكتيكي والفني لبعض المنتخبات، ومفاجآت في خروج بعض المنتخبات القوية. ده متمثل مثلا في خروج الجزائر وتونس، ولكن في منتخبات فنيا ما قدمتش اللي احنا منتظرينه. منتخب زي الكاميرون، شفت جامبيا لعبت عليهم مباراة كبيرة جدا. منتخب زي كوت ديفوار فاز في أول مبارياته وهزم بعد كده، واخر هزيمه بالنسبه له كانت كارثيه 4-0. منتخب زي المنتخب المغربي ما قدمش الكره الهجوميه المتوقعه، والكل فعلا كان متوقع ان الكره اللي بيقدمها وليد الركراكي كره جيده، بس قدام الفرق الكبيره اللي بتقدر هي تضغطك. ايه رايك بقى في كل المفاجآت سواء الفنيه او حتى في خروج بعض الفرق؟ احنا ممكن نصنف دور المجموعات ان اخرج لنا السنغال لوحدها، وبعد كده المغرب ممكن هختلف معاك سنه صغيره، هي قدمت اداء جيد، ولكن دايما المغرب بتقدم شوط تاني سيء جدا. تحس ان اللعيبه اللي هي امبارح مقتنع ان ادائهم جيد في الشوط الاول كان جيد جدا كمان. الشوط الثاني الكونغو ضيعت ضربه جزاء وكره في العارضه. ما الكونغو فريق قوي. انا قصدي ان المغرب بتيجي عندها مشكله كبيره في الشوط الثاني. حتى ده كان في اللقاء الاول. في اللقاء الثالث امبارح يعني لو بصينا كده هتلاقي الماتش مقسوم 2 غالب. الشوط الاول ممتع جدا وبيلعبوا يعني سيطره تامه ويجيبوا جول واثنين وثلاثه. الشوط الثاني المغرب بتقل جدا. فرق زي المغرب زي الجزائر تحديدا، اللعيبه اللي هي تم انشائها كلها ونشاتها في اوروبا، لقينا في كاس الامم الافريقيه اللي بتتلعب في غرب افريقيا مستوى مغاير تماما. تحس ان الايه جايين كده مغتربين، مش واخدين على الاجواء بتاعه اللعب في غرب افريقيا، واظهروا مستوى غير اللي احنا عارفينه عنهم كلهم. حتى ما فيش لاعب قريب من مستواه. ولكن المغرب قدمت مستوى جيد في اول لقاء، شوط جيد جدا ضد زامبيا امبارح. انا شايف الشوط الاول جيد جدا كمان، بس الشوط الثاني كانت في عوامل بدنيه كتير بيأثروا على المغرب، ودي مخلياهم ممكن متراجعين شويه. المغرب في رايي انا في الادوار الاقصائيه هترجع تاني ليها شكل مميز، لان المغرب لو هي بتلعب ضد الفرق دي مثلا عايزه تقصيها او حاجه زي كده، المغرب بتبقى كويسه جدا. ممكن مشكله المغرب زي ما انت قلت ان وليد الركراكي بيجيد جدا ان هو يبقى الطرف اللي بيستقبل الهجمات. ارجع لك تاني في نقطه المغرب تحديدا، وبرده لو تربطها لي شويه هيبقوا عاملين ازاي في مواجهتهم اللي جايه في دور ال 16 امام جنوب افريقيا. وامبارح بالنسبه لك وزي ما عطا قال يعني كانوا بيقدموا اداء اقتصادي، او بمعنى اصح المدير الفني بتاعهم كمان قاعد بره في المدرجات مستبعد او عليه عقوبه ايقاف. ادائهم الفني بالنسبه لك تاني؟ احنا ممكن لو قسمنا الماتشات عموما، اي ماتشات كوره بتبقى انت كفريق بتنزل قدامك احد يعني 3 احتمالات: انت الفريق الاقوى والمسيطر ونازل بتطارد الفوز وبتلعب على الفوز. ده بيبقى في فرق متميزه جدا في كذا، وفي لعيبه بتبقى متميزه في كذا. يعني مثلا ده ممكن يجاوبنا على السؤال يا غانم: ليه علي معلول مميز قوي في الاهلي، وليه علي معلول تونس ما بتبقاش شايفاه ان هو الحل بتاعها؟ لان تونس بتلعب الجيمز اللي هي ضد فرق يا اما تونس هي مكافاه ليها او اقل منها، عكس الاهلي اللي بينزل هو الطرف الاقوى اللي نازل يدور على الفوز. فانا بقول لك ان في احيانا فرق بتجيد جدا وهي الطرف الاقوى، او المباريات المتكافئه. ده اللي اظهرته المغرب في كاس العالم، اللي هو لعبه الشيب اللي هو انا اقل كان مميز فيه قوي، والمباريات المتكافئه. ما تعرضتش المغرب في اي مباراه من كاس العالم يمكن غير كندا اللي هي ان انا نازل اكسب. يمكن ده اللي بتواجهه المغرب في كاس افريقيا، ان هي هتتنقل من الجيم اللي هو مطلوب فيه ان انا عادي 0-0 دي مش مشكله. يعني المغرب كانت بتلعب طول كاس العالم ان 0-0 حاجه مش سيئه. لما كانت بتلعب اسبانيا، لما بتلعب البرتغال، هي مش نازله تطارد نتيجه. فكانت المغرب بوعيها التكتيكي بالطريقه اللي بيلعب بيها الركراكي كانت مناسبه جدا للمباريات دي. هي في افريقيا بتواجه سؤال تاني، وخصوصا في المجموعات: انت الطرف الاقوى اللي واخد لعب سيمي فاينال كاس العالم، فانت نازل تلعب الجيم اللي هو انت نازل بقى ايه، تنزل تطارد النتيجه من اول دقيقه. ممكن المغرب ما اظهرتش الوجه اللي هو ايه اللي تحس فيه التفوق الفني الكامل، ولكن اظهرت وجه متوازن برضو. المغرب من اقوى الدفاعات اللي في البطوله، استقبلت هدف. في النهايه البطوله دايما بتروح، عودتنا انها بتروح للفرق المتماسكه دفاعيا. عشان كده احنا بنتكلم عن السنغال والمغرب، لان هي فرق بتعرف تقف دفاعيا كويس. يمكن ده اللي بيميز السنغال حتى عن باقي فرق غرب افريقيا. يعني الثلث الاخير كل فرق افريقيا عندها لعيبه متميزه. اللي بيحكم دايما الوعي التكتيكي بتاع لعيبتك ودفاعيا وحارس مرماك. يمكن عشان كده انا رايح للسنغال ورايح للمغرب للسبب ده، وشايف ان المغرب قدمت الشكل الدفاعي الجيد يمكن ما عدا مباراه الكونغو، وعشان في تميز في الكونغو. على فكره الكونغو من الفرق المتميزه جدا.
ولكن المغرب لما لعبت ممكن توقيت المباراه، ظروف المباراه، اللي خروجها بعد مباراه تنزانيا والاحساس العالي باللقاء، ما كانتش متوقعه انها تواجه خصم شرس زي الكونغو. ولكن بقيه البطوله انا عندي احساس ان في وجود ياسين بونو والدفاع القوي جدا في المغرب، نايف اجرد ورامون سايس والفريق كله، وحكيمي ومزراوي وعندك الشيبي، الفريق كله يمكن النقطه الوحيده اللي انا شايف ان هي قلت قوي في المغرب عن كاس العالم هي المرابط بسبب الفورمه اللي هو فيها طول السنه. لا مش نفس الفورمه العظيمه اللي كان فيها، وده الديفندر الاساسي، وانت ما بتنضرب في الديفندر الاساسي. انتقاله لمارسيليا اثر جامد في مستواه كمان، ممكن لانه ما بيلعبش كل المباريات، ولكن راح بيقدم اللمسات الجميله كالعاده يعني. ممكن مش نفس الفورمه بتاعت كاس العالم. ناقص برضو المغرب حاجه، المهاجم الاساسي بتاع المغرب بيهدر، يعني هو فورمه النصيري. سريع واحنا بندردش كده، هو يحيى عطيه الله كان متعرض للاصابه عشان كده ما شاركش، وشفنا الشيبي هو اللي بيشارك كباك، بس شارك بعد كده. تمام، لان يحيى بيأهله برضه، بيأهله، وعنده مزراوي في التأهيل. يعني في عنصرين زي مزراوي يعني برضه هيرجع، لان هو بيجيد استخدام واحد من مزراوي وحكيمي ناحيه الشمال، هما الاثنين بيلعبوا باك يمين، بس هو طبعا عندك ده PSG وده البايرن، فبيستخدمهم الاثنين، اللي يلعب يمين يلعب شمال، فعنده دي قوه. وعنده كمان هي يمكن نقطه المهاجم يوسف نصير، احنا متعودين منه بيروح كتير، بيسجل كتير ويضيع كتير. البدائل بتاعت يوسف نصيري الكعبي وسوداني ما كانتش على نفس المستوى بتاع يوسف، وحتى يوسف بيضيع. يعني المغرب من اكتر الفرق اللي ضيعت اهداف، خلي بالك في البطوله، وده يمكن اللي ممكن مخلي شكل السنغال احسن شويه من المغرب، حته المهاجم والديفندر الاساسي بتاعهم اللي هو مرابط قال له